السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته حبيباتي، واش راكم معكم ملاح؟ ان شاء الله كامل تكونوا ملاح. البنات اليوم جبت لكم واحد الكيكه قنبله في البنه. البنات والله ماني نكذب عليكم، بصح كونوا تجربوا هذه الوصفه بزاف بزاف بنينه. اللي ما جربتيهاش راكي مراتي يا اختي. قسمت لكم ترونش منها. شوفوا البنات تجي على طبقات. الطبقه الاولى تاع الكيك كريمه الاولى، ودرت لها من الفوق الشوكولا. البنات هاي ليك تخرج بزاف بنينه، الشكل تاعها رائع ورقي جدا. تقدري ديريها تحليه، تقدري ديريها حتى للسهرة الرمضانيه بزاف بنينه، وتجي مشربه، تجي متخشخه، تجي ما شاء الله. نبداو بسم الله. في المقادير ما تنسوش البنات تصلوا على النبي اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا صلى الله عليه وسلم. ما فيهاش مقادير بزاف. هنايا في الريسيبيون درت 2 حبات بيض. نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف كما عودتكم البنات، باش اللي تجي تجرب الوصفه تشوف المقادير في صندوق الوصف. هنا البنات درت 2 حبات بيض مع 2 علب دانيت. هكذا البنات. هذه الكيكه تاع الدانيت بزاف بنينه، فيها الكو تاع الدانيت وفيها نديروه لها في البسكوي، ونديروه من الفوق مع شوكولا. هكذا البنات. هنا نبقاو نعبروا بهذاك البول تاع الدانيت. درت 2 علب تاع سكر عادي كما قلت لكم، 2 بيض، 2 علب دانيت، 2 علب سكر. هكذا البنات تبقاو تعبروا غير بهذوك العلب تاع الدانيت. انا حكمتهم نحيتهم ومن بعد غسلتهم مسحتهم وبقيت نعبر بيهم. هكذا البنات. هكذا تخلطوا هكذا بيان، ومن بعد نزيدوا الزيت البنات. الزيت درت 2 علب هكذا، 2 علب زيت كما قلت لكم. نكملوا غير بالعلب هكذا، 2 علب زيت هكذا. العلبه الاولى تخلطوا. لازم الزيت يندمج هكذا مع الكيك، لازم كي نديروا زيت توجور نخلطوا هكذا البنات. ومن بعد البنات نديروا العلبه الثانيه. استخدمنا كامل علبتين زيت، علبتين سكر. نديروا ثاني علبتين حليب توجور. ما ديروش حليب بالفريجيدير، دفوه شويه، خلوه بحراره الغرفه ولا سخنوه غير شويه. درت علبتين حليب هكذا كما قلت لكم. نكملوا غير بالعلب هكذا البنات وتخلطوا. ومن بعد هنايا البنات نديروا العلبه الثانيه هكذا تخلطوا. ومن بعد ديروا الفارينه. نديروا هنايا لافاني، هاي لافاني درت له لافاني. ومن بعد البنات نديروا كيس ونصف خميره كيميائيه. كيس فيه 10 غرام. حنا اللي عندها لا ليفير شيميك وتحب الميزان دير 15 غرام هكذا البنات. كما قلت لكم نعاود نكتب لكم المقادير في صندوق الوصف. اللي ما تعرف صندوق الوصف كتبت لي مشتركه مع بيش صندوق الوصف كيفاش نخرجوا. نقول لك حبيبتي الضغطي على العنوان سي بي صندوق الوصف. ومن بعد هنا نديرو 3 علب تاع فارينه، نصف علبه تاع كاكاو. الوصفه الاصليه يديروا علبه تاع كاكاو، انا ما نحبش ما بانت لي بزاف علبه كومبلي. درت نصف علبه كاكاو، النصف الاخر كملته فارينه. يسمى هنايا درت 3 علب فارينه، 3 علب ونصف فارينه، ونصف علبه كاكاو. هكذا البنات. لكم الاختيار، يا ديروا كيما انا يا ما ديروا علبه كومبلي تاع كاكاو. هنا كملت النصف الاخر تاع العلبه تاع فارينه ونخلط. شوفوا الخليط كيفاش يجي. هاولك هاو القوام ديال الخليط. نتوما ديروا كيما درت انا هكذا يجيكم القوام. تشعلوا الفرن درجة حرارة 180 درجة. توجدوا صينية تدهنوها بالمارغرين وتسبودروها بالفارينة. الصينية القطر ديالها 28 على 30. هذه هي 28 على 30 البنات. القطر تاع الصينية 28 على 30 اللي درت فيها. ومن بعد طيبوه كي غير ينشف لكم تنحوه بالخف ينشف لكم. يا ربي يدي 10 دقائق 15 دقيقة يكون طاب لكم. هذا مكان بزاف سهلة هذه الكيكة، ما تديلكمش كامل الوقت. هكذا دوكا نديرها طيب هكذا البنات. ومن بعد نديروا الكريمه حتى طيب وتكمل باش ديروا لاكريم، حتى نطيبوها ونشربوها باش نديروا لاكريم.
هنا البنات الكريمة واش نسحقوا فيها، نسحقوا فيها 2 كيسان حليب، درت فيها هنايا ملعقتين سكر يكونوا مملوئين بيان مليح. هنايا درت كيس غربوع جوز الهند، كيس غربوع جوز الهند اللي هو موات كوكو كما نقولوا حنا في الجزائر. هنايا البنات درت ملعقتين مايزينا اللي هو النشا هو لا مايزينا. البنات اللي راهم يشوفوني من الوطن العربي باش يفهموا، تخلطوا هكذا بيان بالفوي. درت لافاني ومن بعد نديروها فوق النار حتى تعقد. هنا البنات هاي ليك الكيكه بعد ما طابت لي، درت لها هكذاك بالموس باش تشرب. وهنا جبت كاس حليب شربت به الكيكه. سي با لا بين تشربوها بالسيرو باش تجيكمش حلوه بزاف، شربوها غير بالحليب هكذا. هنا كاس حليب شربت به الكيكه وهي سخونه هكذا البنات. هاي ليك شوفوا كيفاش راني نجرب فيها. ومن بعد كي نشربوها ونكملوا باش هذاك نخدموا هذيك الكريمه هكذا البنات. هذيك الكريمه تاع جوز الهند بزاف بنينه هايله البنات. هكذا اللي جربت الوصفه تكتب لي ارائها في التعليقات، يعني حابه نسمع ارائكم واسكو عجبتكم الوصفه ولا لا. وما تنسونيش بكومونتير شباب كيما نتوما، لايك للفيديو، اشتراك في القناه البنات، راكم باخليني بزاف الاشتراكات باش نجيب لكم غير جديد ان شاء الله. هاي لك الكريمه درتها فوق النار، هاي لك شوفوا كيفاش عقدت لي. دوكا غير تعقد لكم ديروا لها ملعقه زبده، ما تنساوش ملعقه زبده البنات. هنايا المقطع ما عجبنيش علاه راح لي، ما تنساوش ملعقه زبده. كي طفوا ليها النار ديروا ملعقه زبده او مارغرين هكذا. ومن بعد ديروا الكريمه هكذا من الفوق وهي سخونه. بعد ما ديروا الكريمه تمشوها كامل على الكيكه، ديروها تبرد قبل ما ديروا الطبقه الثالثه هكذا البنات. انا درتها بردت، ديروها في الكونجيلاتور في المجمد باش تبرد لكم عفوا بالخف هكذا. تمشوا كامل هذيك الكريمه على الكيكه ديالكم هكذا. هذه الكيكه بزاف بنينه، اللي جربتها تبارطاجيها مع اصدقائها مع حباباتها البنات. وهنايا الطبقه الاخيره نديروا فيها 200 غرام شوكولا مع علبتين دانيت. ذوبت هذيك الشوكولا على بالماغي ولا ذوبوها في الميكرووند. كي تذوب لكم البنات ديروا لها علبتين من الدانيت، تخرج لكم فيها البنه تاع الدانيت وتبقى لكم اون كريم، تجيكم اون كريم هكذا البنات. خلطوها هكذا بيان ومن بعد نديرها كطبقه الفوقانيه كامل. هاي ليك دوك نديرها من الفوق. دوكا كنديرها وتمشوها تمشي لكم فاسيلمون. الكريمه قلت لكم ديروها تبرد كيما درنا كريمه تاع جوز الهند، درتها تبرد في المجمد، ما ديروهاش ديريكت. وما ديروا لها الكريمه الاخيره هكذا، ديروا هكذا كامل هكذا من الفوق. ان شاء الله تجربوا الوصفه بطريقتي وترجعوا لي اراكم في التعليقات. نتمنى تجربوها، لازم ديروا حاله بهذه الكيكه البنات باسكو بزاف بنينه. نتمنى تجربوها البنات بزاف بنينه. ومن بعد البنات انايا هكذا خبطتها باش تولي لي ليس، تولي ملساء. درتها تبرد في المجمد باش قسمتها معاكم. ما تقسموها، تحبوا دي ترونش كبار تحبوا دي ترونش صغار كيما تحبوا البنات. انا قسمتها قطع هكذا كبيره، تقسموها هكذا ومن بعد تمسحوا هذاك الموس باش تخرج لكم الخدمه مفينيه والخدمه نظيفه. قسمتها هكذا على قطع. شوفوا البنات جاتني 16 قطعه، تخرج لكم كميه كبيره هكذا. ومن بعد تزينوها من الفوق. انا زينتها بهذو الكريات تاع جوز الهند، تزينوا عفوا كيما تحبوا. وفي الاخير حبيبتي سلام.